السلام عليكم. وعليكم السلام. مواعيدك مظبوط يا فهد، وانا اقدر الراجل الملتزم. انا تحت امرك يا نادر بيه. سلام على الحاج توفيق. ازاي جنابك يا توفيق بيه؟ انت كنت مسجون فيها يا فهد. قتل خطأ يا باشا. مش فارق معانا، اهم حاجه ان اي كلمه تسمعها هنا ما تخرجش بره. برقبتي. ماشي، خد يا فهد، منجه نفسك. انت هتنزل معايا سواق لعربيتي، والنهارده بالليل عندي حفله وهحتاجك فيها. خدامك يا نادر باشا. بالاذن يا توفيق بيه. اتفضل يا فهد. مش ده الواد بتاع الخناقه؟ هو بعينه. هتشغله معاك ليه بقى؟ قلبه ميت وعايز ياكل عيش، واحنا محتاجين ناس شبهه بدل الاتنين اللي راحوا. طب انت هتسلمه شغل ازاي من غير ما تعرفه؟ ما انا قلت له ينزل سواق معايا ليه؟ لحد ما اعرف كنيته. والله جعل هوانا خير، ما جاش هخلعه. ماشي يا اخويا، ماشي. ما ترسينا يا جدع في ايه؟ بقول لك الحاجه فايزه عايزاك. لما عرفت ان انت صاحبي قالت لي اقسم بالله لازم اشوف فهد ده، ويا بخته بقى اللي الحاجه ترضى عليه وتبقى عايزه تقابله. ده اللي هو ازاي يعني؟ انا عايزك يا فهد تفضل تنق وتبق كده في الرزقه لحد ما تضيع. ومش انت قلت لي انا ماشي بدعوات اهلي؟ قابل يا صاحبي الرزقه. تعال. ربنا يبارك لك يا حاج فايزه، والله وقفتك معايا عمر ما هنساها. انا كنت شايف الدنيا مظلمه في وشي من بعد ما قفلها لي المعلم توفيق التمساح ورفض يديني رخام. انساه، انسى التمساح ده راجل ضلال، خليها على الله. يلا ربنا يزيدك من فضله يا ست الكل يا اصيله. كتر خيرك، بالسلامه. السلام عليكم. سلام يا اخويا. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم على اسطوره شقه تعبان. ايه يا اونطاج؟ عايز ايه يا واد يا ريكو؟ يا حاجه، يا فهد. فتحي؟ يا حاجه فهد، فهد البطل. يا عم انت جايبنا تهزقنا ولا ايه؟ معلش يا ما احنا اسفين. خد تعالى هنا. هو في ايه؟ هو دخول الحمام زي خروجه؟ بنخشك يا اخي. انت بقى فهد البطل؟ هو بعينه. الحاجه مخها جرانيت يا فهد. والبطل ده لقب عيلتك؟ لا يا حاجه والله يعني ده اسم كده الحكومه اختارته بس لا مؤاخذه يعني انا تهت من اهلي من وانا عيل صغير واتربيت في دار ايتام. فلما تميت ال 18 وحبوا يعملوا لي بطاقه فبيختاروا لي اي اسم يعني امشي بيه دنيتي. وجت معاهم فهد البطل وبالمره برضو اوصفها. خيبه في خيبتك. حد يا واد يقر بكل اللي في جوفه كده من اول سؤال؟ ده انت ابيض يا ورد. مش قلت لك يا حاجه جدع ورجوله وصاحب صاحبه؟ يعني ما يغركيش ان هو شكله جامد كده وعامل زي سيلفستر ستالوني، بس قلبه قلب طفل. ريكو قال لي ان لك حق عند الواد اللي بعت لك الرجاله امبارح واتخانقوا معاك. قول لي بس مكان امه فين وانا اجيبه هنا واحاسبه واجيب لك حقك لغايه عنه. ملوش لزوم يا حاجه، يعني حكايه وماتت وراحت لحالها. كتر خيرك. طب يا فهد يا بطل، لو عايز شغل تعال اشتغل معانا هنا. كتر خيرك يا حاجه والله، بس الحمد لله يعني انا ربنا كرمني واستلمت الشغل عند المعلم توفيق التمساح. وبتقولها كده في وشي؟ توفيق التمساح؟ طب اخوي ما تبقاش تيجي وتشتكي منه وتقول حقي برقبتي. وانت يا ولا زفت الطين انت، حكايتك ايه مع توفيق وابني؟ توفيق مين يا حاجه؟ حاجه انا اصلا معرفت فهد كده يعني على الله من بعيد وانت لبعيد. جابر؟ ايوه يا حاجه. جردل الميه ساعه وتعالى رش هنا عشان الدنيا صعدت على الاخر. بالسلامه يا اخويا، منك ليه؟ رش يا جابر. يلا ما رش. تبصليش كده. قال توفيق التمساح قال تجدحيا انت وهو. بتبيعني يا صاحبي؟ يا عم انت ما تعرفش الحاجه فايزه قد هتقطع عيش وتقول لي سلم على العربيه واتكل على الله. انت شفت وشها جاب 100 لون اول ما جبت لها سيره توفيق الزفت. بس بقول لك ايه، شكلها تطيق العامه وما تطوبوش. يا عم هو توفيق ده موصوف لك، ما تفكك منه وتعالى اشتغل مع الحاج. لا، شغلي مع توفيق التمساح جاي على هوايا.
بكيفك يا فهد، اعمل اللي يريحك. يلا روح. سلام. وبعدين معاكي يا آسيا. عمري ما كنت أتخيل إن ضياء يتخلى عني بالسهولة دي. ده حتى ما خدش وقت يفكر قدام مامته. ما انتي ما بتسمعيش كلام حد يا آسيا، كلنا قلنا لك ان ضياء ده لعبي. ده غير انك كنتي عارفه ان مامته استحاله توافق على ارتباطنا، يعني بسبب الحوارات اللي بينها وبين ابوكي. أنا كده مش هيبقى ليا حاجة أرفض بيها الجواز قدام بابا. يا ستي لو على العريس اللي بيقولك عليه شوفيه وريحيه، وبعدين احنا هنبقى نقعد مع بعض ونفكر بالراحه في حل للمشكله دي، ما تقلقيش. أنا مخوفني إن فايزة مامة ضياء ممكن تقول لبابا حاجة، ساعتها بجد هتبقى مصيبة يا حالة، مصيبة. بقولك يا آسيا، انت لازم دلوقتي تبقي مش بتفكري غير ازاي تخرجي من الموضوع ده بأقل خساير. خد قلبي. أعوذ بالله. إيه اللي جابك يا نوال؟ مش النفقة بتاعتك بتوصلك كل أول شهر، عايزة إيه تاني؟ انت فاكر يعني ايه الكام مليم بتوع ابنك دول هيكفوه؟ ابنك يا حبيبي بيصرف شيء وشويات. مش ده اللي المحكمة حكمت بيه لما رحت رفعت عليه قضية وأنا في السجن وأنا ملتزم وبدفع؟ ليه؟ هو انت كنت عاوزني افضل على ذمتك وانت مسجون ولا ايه؟ لا يا بت، الوصول تشكاري، متشكرين. بس ما كنتش عايزك ترازينا عشان أشوف ابني. كل شوية حوارات وقواضي ومشاكل، وجاية دلوقتي عايزة فلوس زيادة. طب والله قلة الأصل ما حد بيشتريها. أسره يعني انت يا عينيا لا جاي منك لا ابيض ولا اسود. قابل بقى يا ريكو وبسأل عليا عشان بيصعب عليا. هدي نفسك يا ريكو، أنا سمعت اللي حصل بس بالصدفة والله. وانت برضه ما ينفعش تبكي على حد باعك. اللي ما تاخدكش كحل في عينها ما تاخدهاش جزمة في رجلك. هي مش فارقالي ولا باكي عليها ولا عايز أشوفها أصلا. أنا بس زياد ابني وحشني ونفسي أشوفه. عارفة لو كملت معايا الود والأصول وخلتني أشوف ابني قسما بالله كنت أديها عيني. بس نوال طماعة وما بتشبعش. معلش، ابنك مصيره يكبر وهيجي لك لحد عندك وبكره تقول راوية قالت. اصل الواد يلف الدنيا وفي الاخر يقعد في حجر ابوه، هيروح فين يعني؟ فك بقى. يلا سلام. لا، ما هو انا ما جيتش المشوار ده كله على الفاضي، وانا عارف ومتاكد انه مستخبي جوه زي الفار هو ومراته وخايف يطلع لي. طب هنعمل ايه يا باشا؟ عندك حق صحيح، هنعمل ايه؟ نكسر الباب؟ اوامر. تعالى يا حديدة. انا عملت ايه؟ اقف هنا يا مرحبا يا ريس. خش اعملي شاي للرجاله. ايه بس؟ يا اهلا بالعريس. العريس اللي مطنشني. عارف انا مشكلتي ايه؟ ان قلب ابيض. فاكر لما جيت لي من شهرين وقلت لي ان ابواب الدنيا متقفله في وشك وان جوازتك هتبوظ على 80 باكو؟ انا عملت ايه؟ طلعت لك الفلوس وقلت لك اتفضل ولا يهمك. حصل وقلت لك بعد شهرين ونص هاخدهم 120 وانت وافقت. وبقالي 15 يوم بكلمك وما بتردش عليا ومسقع لي. ما هو والمصحف كان هيجيلك. الرجاله اللي انت شايفهم دول هياخدوا العفش الحلو اللي بيلمع ده. قدامك يومين، رجعت لي الفلوس هتاخد العفش بتاعك. ما حصلش، هخصمه من اصل المبلغ اللي ليا. وعشان ما اظلمكش
انا قدرت العفش ده ب80 باكو، يبقى فاضل 40. لو ما جبتش الفلوس لحد عندي هرجع هنا تاني، وهنخلع السيراميك والكهرباء والسباكة، وهناخد هدوم العروسة، ولو لزم الأمر هناخد العروسة. أو التماسيح. اهلا تعالي يا اسيا. اسيا بنتي سلمي على عمرو بيه الجرحي. اهلا يا عم. حضرة الضابط، ده ابن عمك غلاب الجرحي، صديق عمري واخويا. شرفنا. كل سنة وانت طيبة. وانت طيب. أنا جبت لك الهدية دي، يا رب تعجبك. ميرسي قوي. شرفتنا يا عمرو، انا بسمع عنك كتير قوي. ربنا يخليك. ما تفتحيها كده نشوف ذوق عمرو بيه. بعدين يا بابا، بعدين. طيب. انا هستأذنكم بقى عشان اشوف عم غلاب، في موضوع بيني وبينه كده. تعالى يا هادية. اتفضل يا عم. الحفلة لطيفة جدا، أكيد ده ذوقك وتجهيزك. لا، في الحقيقة ده مكتب متخصص هو اللي عمل الديكوريشن ده كله. طب بص، أنا لو وجودي مضايقك أنا ممكن أروح أقف مع الجماعة، ما عنديش مشكلة. لا 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 أبدا، بالعكس خليك. أنا بس كل الموضوع هاي هاي اسيا، تعالي عايزاكي. في ايه؟ تعالي. طبعا إذنك يا عم. لا اتفضلي. تعالي. وانت بقى حاضر صاحبي يا باشا، تليفون سيادتك يعني نسيته. ماشي يا فهد، شكرا حبيبي. يا نادر، تعال سلم على عمك غلاب الجرحي وعمرو ابنه. هقتلك بيداني، اصلي كنت ناويها. ما تبكيش يا ولد. امال فين نسيها؟ قبل ورايا مش لاقيها، شفتهاش. استنى، انت مالك واقف مساهم كده ليه؟ انت رد. لا مؤاخذة يا باشا. انت يا ابني مش اديني خلاص الموبايل، امشي يا فهد خلاص. انا بس يعني الدنيا خدتني شوية، اول مرة اخش مكان شبه كده. هو مش كان عايز منك الموبايل وانت جبتهوله؟ يلا غور في داهية. بالهداوة على الراجل. روح يا ولدي كلك لقمة في البوفيه، بعدين اطلع. خلاص يا فهد. طب ما تيجي يا عمرو افرجك على البيت. ماشي. تعال. قول لي يا توفيق، ايه؟ الواد دي شغال عندك من بدري؟ بقاله شوية. ليه؟ معرفش يا اخي، كاني شفته قبل كده. شوفش وحش يا اخويا. المهم طمني انت على البضاعة، وصلت؟ عجبت الناس؟ اكيد طبعا، الحاجة المرة دي فوق النمرة 1. ايه يا توفيق مالك؟ العربية اللي كانت بتنقل البضاعة اتقلبت وولعت، 2 من رجالتي راحوا فيها. ازاي يعني؟ طب البضاعة اتسلمت للناس ولا لا؟ ما كانوش وصلوا اصلا. انت كيف ما تبلغنيش يا توفيق؟ كيف مصيبة زي كده تحصل وانت ساكت؟ انا قلت استناك لحد ما تيجي، وبعدين ما كانش ينفع اكلمك في الموضوع ده قدام عمرو بيه. انت قايل لنا قبل كده ما ينفعش نتكلم في شغله قدامه. ايوه يا اخي، بس انت عارف انا وانت نتعوروا في كام في البضاعة دي؟ ما هي دي المشكلة يا غلاب. بوليس في المحضر بتاع حرق العربية ملوش أي حاجة،
ومفيش اثر اصلا للبضاعه دي انها اتحرقت في العربيه. يعني ايه؟ البضاعة اتسرقت من العربية؟ اتسرقت يا نادر؟ اسمع توفيق، البضاعة دي لازم ترجع بأي طريقة. طب وده هنعمله ازاي؟ ما انا قلت لك يا حاج سيبها عليا انا دي، انا مش هسيب الحكايه تعدي كده. ما تقلقش يا عمده، ان شاء الله محلوله. انا اروح اشوف عمرو بيه. ماشي يا ولدي. لا بقول لك يا غلاب، ما توترش نفسك، هتتحل ان شاء الله. مهم احنا عاوزين نفرح بعمرو بيه بقى. وماله يا اخويا، زي ما بيقولوا في المثل، ايدي على كتفك. انت تشوف اسيا بتجس نبضة بعد ما قعدت مع عمرو، شوف رأيها ايه، وانا في ديك الساعة انه يبقى بينا نسب كمان. احنا طول عمرنا اخوات يا غلاب، وسرنا مع بعض. حاجة واحدة بس اللي ناقصة، ان احنا نخلط كل الحاجات دي في نسب ودم وكده. ماشي يا ابو نسب. وسايبكوا انا اتغلهم عم المدى كله، وسايبكوا انا اتغله البابا من قده، والفرق بينا كبير. الشغل شغلانتي يا ماما، الشغلة شغلانتي يا ماما، ولا حد فيكوا قدي يا ماما. يوه يا دي فصلان يا ست نوال. بقول لك ايه، انا هطلع بره اديلك الواد ده 30 قلم على وشه. بالهداوة يا رجب، يمكن قام مفزوع من نومه. بالهداوه؟ لا يا حبيبتي مفيش بالهداوه، عشان انا كل مره باجيلك فيها نوال بيحصل نفس الكلام، وشغلي بقى مناحه وعياط طول الليل، والنفسين يروحوا مني، والليل على كده تبوظ. مش انت عايزاه كده؟ طب خلاص يا حبيبي اهدى بس وانا هنيمهولك، اهدى. عايز ايه يا واد يا زياد؟ انا جعان. انا مش لسه مطفحاك من كام ساعه ولا؟ عاوز ايه؟ في ايه؟ خش اتخبط يا ولا بدل ما السحك وحياة امي بالمعلقه زي كل مره. يلا يا ولا. تجميله ودنيكه دي. يلا بقى شغل عشان جسمي برد. ماشي يا نوال. وسايبكوا انا اتغلهم عم المدى الكل. بس خلاص اهدى انا هشوف مين. استنى. يعني ينفع برضه كده يا ست نوال؟ ينفع الدوشه والاغاني اللي طالعه من عندك في وقت زي ده؟ عيب، ما يصحش كده. انت مش عايشه لوحدك، راعي ان في جيران موجودين حواليكي. يوه، وهم الجيران يا اخويا يحطوا ودانهم جوه شقتي ليه؟ ما كل واحد يخليه في حاله. يخليه في حاله؟ طب لا مؤاخذه بقى، في ناس شافوا راجل طالع عندك. راجل؟ ايوه. راجل مين يا راجل انت يا ناقص يا عره؟ جرى ايه؟ انا ست شريف اخويا وماليش في الحوارات وبربي ابني. قول بقى انك ليك غرض وجاي تتحرش بيا. بس يخرب بيت سنينك، انا غلطان اساسا اللي جيت لك هنا، انا غلطان اللي جيت لك هنا، واللي خرفانه بجد. ما تقلقش يا حبيبي، ده الراجل صاحب البيت، شغل بس وطي شويه. انا لا هشغل ولا هتنيل، انا هلحق امشي بقى قبل ما حد يطب عليا. بقول لك يا ريكو، انا جاي لحد عندك هنا عشان اتكلم معاك راجل لراجل، عشان بعد كده يبقى عدان العيب وازح. مالك يا عم في ايه؟ اهدى شويه، وايه الدخله اللي انت داخلها علينا دي؟ انا جاي لك بخصوص طليقتك اللي اسمها نوال. انا والجيران لا مؤاخذه حاسين يعني ان في حاجات مش مظبوطه بتحصل عندها. حاجات ايه؟ الواد زياد ابني جراله حاجه؟ لا زياد زي الفل، بس احنا كذا مره نسمع صوت مزيكا عالي من عندها، ونسمع اصوات يعني مش ولا بد. طلعت عشان اتكلم معاها بالحسنى وبالاصول، ولا عيب اللي بيحصل ده، ما عجبهاش كلامي، هوب زعيق وصريخ وصوتها جاب المنطقه بحالها. ولانك ابو الولد فجاي اكلمك عشان يهمك سمعته، وانا راجل اصيل ما رضيتش اعمل محضر فيك وفيها. ليه؟ لانك بتدفع الايجار اول باول، بس بصراحه بقى انا جبت اخري من الست دي، خلاص طهقت منها. بقول لك ايه، ما تاخدها بقى البيت عندكم تقعد معاك وتريحنا من شرها يا اخي.
ربك المستعان. والله لا اجيب رقبتك يا نوال وادخل فيك السجن تاني. ما توديش نفسك في داهيه. اوعى يابا. استنى يا ريكو. اوعى. خش عليكم في ايه اوعى ما تخش عليك. والله لا اجيب رقبتك. ايه ده بس سيب السكين. اوعى ايه ده يا ريكو. اوعى ما تخش تجنن عليك. سيب السكين. يا فاتن اوعى تجنن عليك. يا عم اطلع من زمانك. مالكش فيها يا فاتن. يا عم اوعى مالكش فيها. مؤاخذة يا عم رمضان، ما كانش هينخي غير لما يتبنج، انا عارفه. اسيا. ايوه بابا. ايه اللي عملتيه مع عمرو امبارح ده؟ ازاي تسيبي الراجل وتمشي؟ على فكره دي اللي تذوق منك. بابا انا مش عايزه اتجوز عمرو. ماله عمرو؟ عيبه ايه يعني؟ ملوش، انا مش حباه. اسيا لو في حد في حياتك قولي لي. مفيش حد في حياتي، كل الحكايه اني مركزه في الكورسات اللي باخدها ومش عايزه حاجه تعطلني عن الشغل بس. وبعدين احنا سيبنا ايه للناس الجهله لما انت عايز تجوزني بالطريقه دي؟ انا عايزه افهم. الموضوع مش موضوع جهل وجهله يا اسيا. امال الموضوع ايه؟ انا عاوز امن لك حياتك عشان لما اموت بعد عمر طويل تبقي تدعي لي اني اخترت لك صح. بابا هو احنا محتاجين فلوس؟ الموضوع مش موضوع فلوس، الحكايه اكبر من كده بكتير قوي يا اسيا. انت لسه صغيره. الصغيره كبرت وبتقول لك هي مش هتتجوز عمرو. يعني ايه؟ انا اديك كلمه الغلاب وكلمتي ما تنزلش الارض. بابا ده موضوع يخصك. يعني ايه يخصني؟ انا كلمتي تمشي عليك وعلى اللي يتشدد لك كمان. اهدى يا توفيق وكل حاجه بتتحل، امشي دلوقتي. ورحمه امي، بنتك دي لو ما سمعت الكلام لا هتشوف وش ما شافتوش في حياتها. بتعرف تقرا وتكتب يا فهد؟ اه يا باشا طبعا. كلام كويس. امضي بقى على دول. وايه ده يا باشا؟ صلاة أمانة؟ اه، مش انت شغال معايا؟ مسلمك عربية معدية ل4 مليون جنيه وبتستلم وتسلم فلوس، يبقى تمضي ولا عندك مانع؟ شكلك خايف تمضي. طب خلاص سيب مفتاح العربية واتكل على الله. يا باشا مش القصد، حقك برضك، انا ما قلتش حاجة. أنا مأمنك، همضي. وأنا شريك، لكن في شغلانة لو عملتها هتفتح لك بيبان الخير والسعد. خير اللهم اجعله خير. أنا يا باشا من إيدك دي لإيدك دي. حلو. شغل بقى الدروبوكس واسمعني كويس. في بضاعة اتسرقت من عربية تخصنا، وبعد كده العربية دي اتقلبت وولعت برجالتنا. عاوزك تعرف لي يا فهد، البضاعة دي راحت فين؟ بس لا مؤاخذة يعني يا نادر باشا، أنا راجل صناعي رخام، شغلتي أقطع أبرش. وسيادتك يعني لما جيت طلبتني في توصيلة أنا ما اعترضتش، قلت أهو أهون عليا من تراب الحجارة اللي هيطير الرئة ده. بس يعني أنا بعتذر منك، اللي أنت طالبه مني المرة دي ده مش بتاعي، مش شغلانتي. يبقى أنا اللي غلطان. كنت فاكرك طموح وعاوز أرقيك. خليك بقى سواق. يا باشا استنى بس الكلام، يا باشا استنى بس الكلام أخده وعطا بشويشة بشويشة. بص يا فهد، طالما بتشتغل معايا يبقى تسمع اللي انا بقول لك عليه وبس، وقصاد ده هتاخد فلوس وحمايه وعيشه زي الفل. امين ولا ضالين؟ امين. بس رسيني الاول على دنيا الرجاله اللي كانوا في العربيه. اشمعنى؟ رسيني بس الاول يا باشا، رسيني وسيب الباقي على العبد لله. بسم الله الرحمن الرحيم. خلي بالك بقى من نفسك. ماشي. اسمع يا بطل. استغفر الله العظيم، خير يا ريك، وايه المجيه الغريبه اللي على الصبح دي؟ ولا شوف وشك، شوف خير يا نوال. زياد فين؟ في الحضانه.
بقى انت هززت لك يا عينيا عشان تيجي تشوفه. كويس انه في الحضانه، عشان الكلام اللي اقوله مش هينفع يسمعه عن امه. خش خلينا نتكلم جوه يا نوال. لا يا عينيا ما كانش تعذر ولا بقى جزر ولا قالش اسف واعتذر. عندك بقين قولهم هنا. ها؟ لا يا حبيبي ده كان زمان، ما بدخلش رجاله غريبه في بيتي. لا والله بجد مصدقه نفسك؟ ها؟ طب ايه رايك بقى ان الجيران قالوا لي ان في راجل غريب بيطلع الشقه ومزيكا شغاله طول الليل؟ قاطع لساني اللي يقول عليا كلمه واحده. وبعدين يا حبيبي كان فيه وخالص، وانت يخصك ايه في الحوار ده؟ لا يخصنا يا نوال، عشان انت ام ابني، يعني اللي يلطك يلط الواد. ولو انت موالفه مع حد ولا انت وهو، بس ساعتها بقى ابني يلزمني. ده جاي عندي بقى من الراجل الناقص. لا الشويتين دول ما تعملهمش عليا يا نوال، ده انا حافظك. ما تحوريش معايا كتير. هات اخرك يا ريكو. عايز ابني. ابنك يا عينيا في حضانتي بالقانون. عاوزه بره القانون ادفع. انت عندك ملك يا حبيبي، بيعه ولا الملك اغلى من ابنك؟ طول عمرك تبيع اي حد عشان الفلوس يا نوال، حتى لو ده ناقي. لو معايا كنت رميتهم لك في وشك ولا عزيتهم على ابني. العربيه اللي انا شغال عليها دي بتاعت الحاجه فايزه الشبح، شغال فيها باليوميه ورزقي على الله، مش داير استنكح بيها. بابا هو ده الواد اللي في الحضانه؟ عامله ايه يا زياد؟ وحشتني. وحشت بابا ياض. مين اللي عمل فيك كده؟ دي اللسعه دي. اتلسعت فيه قول لي. يوه، هو انت عايز تقول حاجه ما حصلتش؟ خش جوه يا واد. استنى يا زياد، انا هاخد ابني يعيش معايا يا نوال. يعيش معاك؟ طب اعملها كده يا ريكو، وانا هبلغ الحكومه واقول انك خطفت. ها، ومحدش هيسمي عليك لانك سوابق. خش جوه يا واد. طب اسمع يا نوال، وعزة وجلالة الله لو طلع كلام الجيران صح وانت موالفة مع حد وبتعملي كده في ابني لاكون دبحك ودبحه. لا والله. لا خوفتني. خلصت؟ طب يلا بقى يا عينيا عشان عايزين نقوي الشقة. يلا. وبسأل عليا عشان بيصعب عليا. عامله ايه دلوقتي؟ كويسة. ده في حاجه كده كنت عايز اسالك عليها. من شويه رميتي كلمه الراوي قبل ما تنزل، معرفش ان كانت قصدك ولا لا. كلمة ايه؟ لما قلت لها ان انت كان نفسك يبقى عندك اخ زي فهد. اكيد ما تقصديش ان انا وانت اخوات، صح؟ عاوز توصل لإيه يا فهد؟ اوصل لقلبك. انا طول الوقت دماغي ما بتوقفش تفكير فيكي، ولا كان عندي الجرأة ان انا اجي اقول لك على مشاعري، ولا احكي لك على اللي جوايا، ولا كنت حتى مرتب لها. هي جت فجأة. كلمة اخ دي هي اللي حركت الكلام جوايا. بلاش أنا، بلاش عشان مش هينفع. اللي ما نفعوش بس يا بنت الناس، ده انا وانتي حتى شبه بعض. عارفه انتي لو حسبتيها وشغلت دماغك هتلاقي ان كل اللي حصل ده بترتيب من ربنا عشان يحطنا في طريق بعض. طريقي كله مطبات وبلاوي. الحال من بعضه. هو انا يعني طريقي اللي سالك؟ أنا لا عايزة أتعلق بحد ولا حد يتعلق بيا. أنا ما عنديش أي حاجة أديها لأي بني آدم. نورين يا ولاد. انا نازل عندي شغلانه كده اخلصها يا فهد، مش عاوزين حاجه؟ استناني يابا انزل معاك، عندي مشوار شغل كده مع نادر التمساح، يا دوبك اطلع اغير هدومي. طب يا ابني استناك تحت. هنكمل كلامنا بعدين، مش هينفع تخلص كده. تسلم يدك يا بنتي يا نعيمة.
بقالك مده ما جيتيش. ايه شغل الفنادق كبرك علينا؟ يا لهوي وانا اقدر؟ ده انت الخير والبركه، ده اللي انا فيه ده كله بفضلك انت. هو انا انسى يعني لما خليتي العمده غلابي يتوسط لي اشتغل في الفندق؟ زين انك فاكره، وانا كمان متابعاكي وبسال عليكي على طول، وبقول لهم دي كانت احلى واحده بتزوج البنات. لا، ما هو ما ينكرش المعروفه الا اولاد الحرام. هو انا بنت حلال يا ست عجيب. بنت حلال. انا عايزه منك خدمه. اموريني امر. حكيم الصحه غباشي. ماله ده؟ عايزاه يعشقك ويتعلق بيكي وتخليه يجيكي وتصوريه وهو معاكي. يا لهوي، وانا اعمل في نفسي كده ليه يا ستنا؟ ما تخافيش، محدش هيشوف التصوير ده غيري، وهديكي 100,000 جنيه. لو ما عايزاش بشوكك، بس ما تزعليش. انتي عارفة أنا ممكن أقول إيه وأعمل إيه. لا لا، ربنا ما يجيب زعل، ربنا ما يجيب زعل يا ستنا. تحت أمرك، تحت أمرك. شاطرة شاطرة يا نعيمة. ألف شكر يا ريكو، ربنا ما عارفة أقول لك إيه، ده أنت نجدتني من التأخير. حكم المدير بتاعي رخم حبتين، كان هيخصمني بتاع 200-300 جنيه كده، بس أنا هعزمك بيهم، ما بحبش آخد حاجة مش بتاعتي. يا ست انا تحت امرك، وديني وفرت لك ال 200-300 جنيه بتوعك. هو أنا كنت عايزة أسألك سؤال كده. اوامر. لا خلاص بعدين، خليها بعدين. ليه خلاص ليه وبعدين ليه؟ هو السؤال حرام؟ اسألي اللي نفسك فيه. هو أنت يعني سجنت ليه؟ خناقه. شويه عيال صيع تبع شوي ابو البت كناريا، جم عايزين يعملوا على ابويا فرده واتاوه، ضربتهم علقه موت. كنت فاكرها عدت بس هي ما عدتش عليهم، كمروا لي حشيش في البيت. طب معلش هنا يا ريكو، هنا عند النور ده شغلي هنا. حاضر. ألف شكر. يا رب. الحمد لله على السلامه. الله يسلمك. أنا قلت برضه اللي زيك صعب يكون عمل حاجة غلط. يلا أنا همشي بقى عشان أنا كده اتأخرت. سلام بقى يا ريكو. يوه. سلام يا راوية. تاكس. كده يا باشا بسم الله الرحمن الرحيم، انا حطيت الحوار كله في حجرك، والقصه دي مش هتطلع بره عدنان زي ما قلت لك. عدنان هو عارف البورس ده يا فهد؟ لحم كتافه من خير ابويا، مربيه من وهو عيل صغير. ما هو برضك يا باشا يعني خلي في بالك ان الناس بقت وحشه. انا بس اللي مستعجب له حاجه واحده، هو ليه عمل كده؟ ده حتى ما سرقش العربيه ولا الرخامه اللي كان فيها. بس سرق حاجه اهم. حاجه ايه؟ 3 صناديق دهب، والصناديق دي لازم ترجع لي. يا ابن الحرام يا عدنان، 3 صناديق؟ لما نوصل النايت يبقى انزل اقعد معايا لحد ما صاحبي يجي. امر جنابك يا باشا. مالك يا ابني واقف ليه؟ ما تقعد. اقعد يا باشا عادي؟ اقعد يا فهد. بس يا باشا يعني المكان اخر قلاجه. يلا يا عم اتبسط.
فين يا راوي؟ والاوردر ده راجع ليه؟ هما بس كلموني في البيت قالوا لي ان امي تعبت فلازم اروح لها معلش. اللي هو ازاي يعني؟ طب وشغلك مين اللي يخلصه؟ والنبي يا مستر علوي والنبي معلش لازم اروح دلوقتي غصب عني. يعني ايه غصب عنك؟ مساء الفل. اهلا نادر باشا. دخلت ابص عليكي في المكان ما لقيتكيش، اتقفلت. قلت اما اقوم ادور عليكي بنفسي. كنت هزعل قوي لو حد غيرك اللي سرفس عليا. لا لا حد غيرها ازاي يا سعاده الباشا؟ ده راويه وكل اللي في المكان تحت امر جنابك. لا هي راويه بس. ده راويه يا باشا. معلش انا بس كلموني في البيت قالوا لي ان امي تعبت فلازم اروح. خلي زميلي يخلي باله من حضرتك. طب ممكن تعملي لي كوكتيل من ايدك وبعدين تمشي؟ والف سلام على ماما. طبعا يا باشا طبعا. يلا راويه احلى كوكتيل لنادر باشا بسرعه. اتحركي بسرعه. مستنيكي هناك. انجوي يا باشا. طب ايه بقى؟ يا شاي. مفيش يا باشا والله، يعني نضيع وقتنا. ضايع وقت. طلبت ايه؟ مفيش والله، طلبت بقى قهوه قال لي مفيش. قهوة ايه هنا يا ابني؟ بتطلب لك كاس ويسكي ولا فودكا؟ نبدوره. معلش اتاخرت عليك. ولا يهمك اقعد. طب يا باشا انا استاذن انا بقى يا باشا، استناك في العربيه بره. لا روح انت خلاص يا فهد، سيب لي بس مفتاح العربيه. استنى. خلي دول معاك. بس يا باشا. رايح فين؟ ما انت قاعد شويه. لا بسم الله الرحمن الرحيم، خلي بالك بقى من نفسك. اصحى يا اهل الشارع، اصحى ما تناموش وما تبطيخ، اتفرعوا على العيله الواطيه. انا عرفت كل حاجه، الناس دي ناس واطيه، لازم كلنا نفوق ونعرف ايه اللي بيدور حوالينا. فاهمين ولا مش فاهمين؟ يا جدع انت مالك ابويا وامي؟ ابوك وامك؟ انت لسه هتمثل تاني وتقول ابوك وامك؟ كفايه مبلعينها للناس وانت مستغفلهم ومدورين شقتك. مسخره وقله ادب. احفظ لسانك وبطل هرتله يا جدع انت. انا ما هرتلش انا ما اعرفش الهرتله. الكلام اللي بقوله ده مظبوط. خلاص اتفقست وعرفت كل حاجه. انت اسمك ايه ياض؟ اسمك فهد البطل؟ ها؟ مش فهد البطل؟ والبنت اللي عامله اختك اسمها ايه؟ اسمها ايه؟ اسمها راويه محمود. يعني ما تعرفوش بعض. والراجل اللي وراك ده مش ابوك، والست اللي وراك دي مش امك. شاهدين يا رجاله؟ شاهدين؟